كل لما اسال اتسحر فين في العبور يقولوا لي المصري. تعالوا نجرب فول المصري. طيب مبدئيا مطعم المصري عند كارفور العبور يا جماعه، عند السور. بصوا مبدئيا منظر السفره حلوه، وتعالوا اول حاجه نكتشف الطاجن ده عباره عن ايه. الطاجن ده عباره عن ايه؟ ده بيض من فوق يا جماعه، ده بيض مش موتزاريلا. بعد كده فول، طماطم وبسطرمه. يلا الطاجن اللي بعده ده بطاطس بيوريه وعليه موتزاريلا من فوق. طاجن الكينج يا جماعه، فول بالسوسيس وعليه طماطم ومن فوق بيض بردك. تعالوا بقى نخش على الفول العادي بتاعنا اللي هو فول بالسمنه، فول بالطماطم، وفول اسكندراني. الفول مبدئيا هو عندهم الفول مطحون، فول بالزيت الحار. الفول طعمه حلو قوي، وتتبيله الفول محققينه بطريقه جميله. فول اسكندراني ده بقى للناس اللي بتحب الحاجه يعني المحبشه، فول مطحون مع البصل والحاجات دي. لا ليه تيست عالي. لا المصري لحد دلوقتي تمام. فول بالصلصه يا جماعه، طعم التغذيه حلوه. الفكره ان الفول طعمه حلو، بس يعني حط عليه اي حاجه الفول بتاعهم حلو. ده فول بالسمنه والطحينه. منظر الطعميه عندهم انا شايف اني احترم اي مكان يعمل الطعميه مليانه سمسم كده. طعميه مسكره قوي والسمسم عليها جامد جدا، وطعميه محشيه كيري، طعميه محشيه بسطرمه، طعميه محشيه شطه. وانا هاخد اللي محشيه شطه، شكلها ياخد. ولعها نار فظيعه، برد على المعده بشويه بابا غنوج من عندهم. الطحينه خفيفه قوي فيه، وطعم البتنجان واضح قوي. خدنا رغيف عيش شامي، حط عليه حته طعميه. ده اسمه طبق تحابيش، بيبقى بطاطس وبتنجان، وناخد شويه بطاطس من هنا. مبدئيا منظر اكل جميل جدا. فكره الطواجن اختراعات دي انا ما شفتهاش الصراحه غير عند المصري. المكان في العبور عند كارفور العبور يا جماعه. المصري انا بالنسبه لي ياخد 10 من 10. تعالوا مصر تسحروا هتتبسطوا. الفول جميل قوي عندهم، تحس ان فول بيتي. البرايتي الحاجه بص استمتاع. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا مصر هتتبسطوا في العبور.